بعد ما عايدة بتقول إن سلمى مريضة عندي في العيادة، سلمى بتبقى واقفة بره سمعتها وهي بتقول لموسى، وبيبان عليها الغضب جدا، بس موسى بيدافع عنها وبيرفض إن أمه تتدخل في حياته تاني، وعارف إنها مريضة نفسية، وعارف إنها بتتعالج عندك لأن هي مريضة بالاكتئاب. وبيقول لها ان جوزها انتحر، هي ما قتلتوش، وما بيبقاش مصدق كل الكلام اللي بيتقال عليها، عارف انها كانت على علاقة بكريم، وانها كانت مرتبطة بيه قبل كده وخانها وعمل حادثة. عايدة بتسكته وتقول له انت ما تعرفش حاجة، كريم ما خانهاش، وانت ما تعرفش حاجة، انا رحت لكريم وعرفت منه كل حاجة وكل التفاصيل انا عارفاها. بيكرر عصبيته تاني ويعرفها ان انا ما كنتش صغير، بلاش تراقبيني تاني، وبيقول لها ارجعي مكان ما جيتي، سيبيني لوحدي. فبتسيبه وتمشي وبيقعد متضايق، وسلمى بره فرحانة من الموقف لأنها اطمنت خلاص إنه بقى ملكها. وهي ماشية عز بيتصل بيها ويقول لها أنا جبت كل حاجة عن سلمى، فبتقول له احكي لي. بيقول لها مش هينفع في التليفون، هنتقابل بكرة في المعرض وهعرفك كل حاجة. فسلمى بتروح لموسى عشان تخرجه من الحزن اللي هو فيه، فبتقول له إنك تكون زعلان ده أهم حاجة عندي. فبيقول لها هتتجوزيني، فبيقول لها أنا عمري ما هسيبك. فبتفتكر نفس الجملة من اللي حبيتهم قبل كده من كريم وسيف. أنا بحبك أوي يا سلمى وعمري ما هسيبك. 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 وتقول له ده وعد كبير قوي يا موسى، انت قده؟ بيقول لها انا قده طبعا، انا عمري ما حبيت حياتي كده وعمري ما حبيت كل حاجه كده. ففاطمه بتتصل ببنتها دينا وتطمن عليها وتقول لها في حاجه حصلت بس مش عايزه اضايقك. فبترد تقول لها حصل ايه؟ بتقول لها عصام جه سأل عليكي وما لقاكيش ومشي، انه عايز فرصه يقعد معاكي يتكلم، وتتضايق جدا وتقول لها يومين وهرجع. فمختار بيقول لها من عصام ده؟ تقول له كنت مرتبطه بيه ومتخيل انه ممكن يرجع ليا تاني في يوم من الايام وانا رافضه. فبيقول لها سبب الرفض ده ايه؟ بتقول له انه بني ادم واطي، كان مبين الاول انه مقدم ومحترم بس بعد كده اتغير وبان على حقيقته. فبنروح للاسم عند الضابط احمد المتخصص في تحقيق قضيه تشويه وش كنزي. بعد تفريغ الكاميرات كل حاجه بقت جاهزه والملف قدامه كله، فبيفتح اللاب وبيجيب الفيديو اللي حصل فيه الحادثه في التوقيت اللي اتبلغ فيه في وقت تشويه وش كنزي ان الكاميرا جابت سلمى وهي خارجه من الجيم، بس مش عارفين يتعرفوا عليها لانها كانت لابسه كاب والكاميرا مش جايبه وشها. عايده بتروح لعز عشان تشوف اخر المعلومات عن سلمى، فعز بيقول لها ان مامتها هي اللي قتلت ابوها، وعايده بتتفاجئ وتسال هي مامتها دي فين دلوقتي؟ عز بيقول لها انتحرت بعدها على طول. فبيجي الموظف اللي شغال عند عز بيقول له انت ليه ما قلتش ليها الحقيقه كامله وانك ما قلتش ليها كل حاجه؟ بيقول له لما اعرف كل حاجه كامله ساعتها ابقى افكر. من الواضح كده ان عز عارف حاجه ومخبيها. فعايده بترجع البيت بتقلب في الذكريات بتاعتها هي وجوزها، وبترجع بالذاكره وبنلاقيها بتطلب الطلاق، وبتقول له ابعد عني انت واخوك عز وسيبونا في حالنا. تقول له انا عارفه عنك كل حاجه، بتكتب عليا وتقول انك رايح تعمل صفقه عربيات وانت رايح تعمل صفقه مخدرات. تقول له طلقني، ولو خايف ان اقول اي كلمه عن شغلكم فانا مش هقول، بس لو ما طلقتنيش انا هفضحكم واقول فلوس جت منين. فبيوافق وبيطلقها. فدينا بتاخد سلمى عند موسى عامل ليها مفاجاه وبيقدم ليها خاتم الخطوبه، وفجاه بتخش عليهم واحده اسمها انجي وتاخده بالحضن قدامها وتقول له انت فين كل السنين دي؟ فبيقول لها بالمناسبه دي تعالى اعرفك على سلمى. فبتضربها بالقلم وتمشي على طول. فعصام صاحب دينا بيروح للدجاله عشان يديها الهدوم اللي خدها من البيت، بيقول لها انا عايزه تجيلي رقعه تحت رجلي وانها ترجع ليا تاني. الدجاله بتقول له القطر ده مش هينفع عشان ده جديد مش ملبوس، لازم هدوم لبستها قبل كده، لو عايز العمل يشتغل صح هات حاجه من هدومها تكون عرقت فيها او ضفيرها او شعرها او اي حاجه تخصها. فبعد اللي حصل سلمى رجعت البيت تاني يوم على طول سلمى بتروح زياره سجن النساء لأمها، وطلع إنها عايشة ما انتحرتش زي ما عز قال لعايدة، وإنها عايشة في السجن. بتقول لها شكلك تعبان، أنت بتاخدي الدواء ولا لأ؟ فبتقول لها مش مهم أنا، المهم أنت كويسة ولا لأ؟ تتكلم بطريقة يبان عليها إنها مريضة نفسية هي كمان. فجأة بتخش المأمورة تقول لها يا رباب ليكي زيارة تانية، وبتتفاجئ وبنلاقي عز داخل عليهم هما الاتنين.